نادي سموحة بدماغ فرج عامر اللي بتبحث دائما عن التغيير الدائم. اما النادي الاهلي فالشوط الاولاني لا يدل ابدا ان النادي الاهلي ممكن يخسر هذه المباراة. الشوط الاولاني النادي الاهلي عامل تكتيك 10/10 مسيطر، مفيش فرص حقيقية لنادي الوداد، بالعكس في فرصة لو عمرو سولية كان لعبها صح كان عبد الله السعيد انفرد بالمرمى. لكن في الشوط الثاني هدف في اول 3 دقائق بيغير شكل المباراة تماما وبيخلي النادي الاهلي يتغلب 2-0 عشان حتى يكون المواجهات المباشرة ما بينهم متعادلين، 2-0 هنا 2-0 هنا، وبالتالي لو تعادلوا في النقاط هيروحوا لفارق الاهداف. النهارده منتظرين مباراة زناكو الزامبي اللي هيلاعب القطن الكاميروني، ولو كسب زناكو او حتى تعادل هيتصدر مجموعته منفردا، والوضع تأزم كثيرا في هذه المجموعة بعد هزيمة النادي الأهلي. النهارده منتظرين مباراة ثالثة وهي مباراة اتحاد العاصمة ونادي الزمالك، واللي تم تأجيلها لمدة ساعة وهتتلعب الساعة 12 بالليل، وأقول لكم التشكيل وكل حاجة. لكن اللي بيحصل ده يا جماعة استكمال لمباراة مصر وتونس للأسف بيودينا لخوف رهيب على الكرة المصرية في ماتش أوغندا، إجهاد مش طبيعي، تغير في الأداء. مصر وتونس وحشين جدا، الأهلي والوداد خارج الأرض وحشين جدا، سموحة نفس القصة. النهاردة كمان بنتكلم عن نادي الزمالك، وأنا شخصيا قلقان جدا من هذه المباراة. مباراة بتخوف أمام جماهير قوية جدا، جماهير كثيرة جدا، فربنا يستر وأكيد هنتكلم تحليليا عن مباراة الأهلي. لكن مهيب، شفت مباراة الأهلي إزاي امبارح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مباراة سموحة الأول وهلال الأبيض، أنا يمكن قلت لك امبارح إن أقصى طموح لسموحة هو التعادل، والهزيمة كانت متوقعة بشكل كبير لأن سموحة لا يجيد اللعب خارج أرضه، وده من فترات اللي فاتت. أما مباراة الأهلي والوداد المغربي فأنا أختلف معاك بعض الشيء. أختلف معاك إن الأهلي امبارح الوداد ما كانش الند القوي. الوداد فرقة ضعيفة جدا، فرقة كانت هزيلة جدا، فرقة نازلة ركابها بتخبط في بعض. الأهلي اللي ادى المساحة والوقت والزمان والمكان للوداد ان هو يفوز على النادي الاهلي. الاهلي هو اللي اتغلب امبارح، مش الوداد هو اللي فاز. الاهلي كان عنده كل حاجة ممكن يعملها امبارح، كان مقفل الجيم صح، النزعة الهجومية او الجرأة الهجومية كانتش موجودة، هو اللي دخل الوداد في الجيم، هو اللي خلى الوداد يمسك كورة بعد ما كانوا في اول ربع ساعة مش عارفين يلموا نفسهم. لو تشوف الشوط الاولاني مش اي خطوره على الجون، بل بالعكس كان المفروض الاهلي يفرض سيطرته بخبراته الكبيره بنجومه اللي موجوده في الملعب. تختلف معايا في ايه؟ انا اقول لك ان بختلف معاك ان انت قلت الاهلي كان يعني مقفل وكان قوي وكان الشوط الاولاني الشوط الاولاني هو اللي خلى السيناريو. بص يا كابتن، انت بتلاعب شمال افريقيا، لو ما فرضتش اسلوبك الهجومي مش الدفاعي، الاهلي فرض اسلوبه الدفاعي. اوكي، اي فرقه ممكن تدافع، لكن اسلوبه الهجومي كانش فيه اسلوب هجومي، كانش فيه جرأة هجوميه، كانش فيه اي حاجه. مع ان كانت كل الامور متاحه امبارح ان الاهلي يفرض اسلوب الهجومي لانه ما كانش بيلاعب فرقه. طيب انا عايز اقول لك حاجه كمان، ان ويليام شبور ما كانش موجود، وانت اللي قلت لي المعلومه دي. فاكر ان هو اتخانق معاهم بعد الماتش الاولاني وقال لهم انا عايز باسبور زي موضوع كوليبالي كده وطلع بره ال 18 امبارح. واعتقد كمان غياب ويليام شبور ده كان مكسب للاهلي، لانه اللعيب هو هداف الدوري المغربي واهم لعيب في نادي الوداد، لكن برضه رغم غياب ويليام شبور لكن الاهلي هزم وودى نفسه في حسبه مش ظريفه، لان الاهلي امبارح لو اتعادل كان هيوصل للنقطه 8 وهيخلي الوداد عنده 4 نقط. بص، مفيش شك ان الاهلي هيوصل للنقطه 10، مفيش شك مع القطن يعني. مع القطن هيوصل ل 10 نقاط. تمام. الجيم كله في زناكو هناك. بس الماتش الجاي مين؟ الماتش الجاي لمين؟ للاهلي. القطن الكاميروني. القطن ولا زناكو؟ لا قطن، هينهي بزناكو. زناكو اللي جاي بره. طيب اصعب. الاهلي والزمالك السيناريو بتاعهم واحد، ابتدوا الاثنين في القاهره وبعد كده الاثنين طلعوا بره وبعد كده لعبوا الاثنين في القاهره. تمام. وبعد كده الاثنين هيطلعوا ماتشين ورا بعض بره، يعني الزمالك هيلعب النهارده مع اتحاد العاصمه
والماتش اللي جاي هيلعب مع كابس يونايتد في اول 7. نفس القصه بالاهلي. فالاهلي الماتش زناكو اللي جاي لو كسب، زناكو كسب الاهلي في زامبيا، وطبعا ماتش الوداد مع القطن كل شيء وارد. ممكن المشكله ان انت دخلت الوداد الجيم. القصه ان انت دخلت الوداد الجيم، واللي انت قلت عليها يمكن من دقيقه ان حتى النتيجه بقى فيها تعادل، يعني مش 1-0. ممكن انت لما بتاخد لما تتعادل في النقاط بتروح للمواجهات المباشره. انت كسبك 2-0، لو كان كسبك 1-0 كان احسن. بقى بالاهداف خلاص. بالظبط، بقى بالاهداف يعني بقت بالاهداف. طيب احنا عايزين نقول كمان بعد الفاصل هنتكلم في حاجات كتير جدا. هنتكلم على تشكيل نادي الزمالك، هنتكلم كمان على حكم المحكمه. امبارح احنا كنا اول ناس اتكلمنا على الموضوع دوت، وجبنا رئيس لجنه التظلمات، ويمكن انا في نهايه الحلقه قلت الحكم ممكن المباراه تعاد، فاكر يا ابو هيب؟ وبالتالي طلع الحكم ده بقى هيعمل ايه، وايه ردود افعال اتحاد الكره المصري. انا كان معايا حازم امبارح، وكان مداخلات لمجدي عبد الغني، وعندي اخبار ان هاني ابو ريده بيقول ايه عن هذا الموضوع. عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه عن هذا الموضوع، عن هذا الموضوع خطير وشائك. وعندي اعتراض برضو على بعض وسائل الاعلام اللي اتكلموا في هذا الموضوع. هنتكلم في كل حاجه، ولكن عندي حاجه مهمه كمان بعد الفاصل، مهمه جدا كمان. فعلا عن ايه طيب عشان الناس تتشاور؟ لا يعني كنا هنتكلم في موضوع وائل جمعه، لان عامل على السوشيال ميديا لغط كبير جدا. بس انا يعني هختلف معاك شويه، عشان وائل جمعه كانوا بيحاولوا يحرجوه، بس هو لا انا مش ما قلتش حاجه عشان هنتكلم فيها. لكن عايز اقول كمان ان كمان عندي خبر مهم جدا، وقد يكون انفراد. امبارح كان في احتفاليه كبيره جدا اللي هو محمد عبد السلام عاملها رئيس مصر المقاصه في وجود معظم اعضاء اتحاد الكره المصري ومعظم الانديه. والكلام الذي قيل على لسان اللي هو محمد عبد السلام انه اتفق مع المهندس هاني ابو ريده على الغاء موضوع ال 25 لاعب وعلى عودته مره اخرى ل 30 لاعب. ده خبر مهم جدا. هنتاكد من اللي هو محمد عبد السلام، رغم ان المهندس هاني ابو ريده عنده حته كده برضو ممكن يرضي الناس ويقول لهم اوكي وعنيا، لكن هو بيكون مقتنع بشيء بينفذه. فممكن برضو يكون الكلام ده كلام قعدة فطار، ولكن هو القرار اتخذ خلاص بال 25. لكن انا باكد لكم ان في كلام قوي جدا ان القائمه تبقى 30. عندنا بالتليفونات النهارده بالظبط، تليفوناتنا 38353 ورسائلنا على 19500. ابعتوا لي رسائل دلوقتي 19500. الناس تبعت لنا بقى رايات مباراه الاهلي والوداد والاتحاد العاصمي. يلا.